السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم على البتنجان المخلل. ان شاء الله هنخلل شوية بتنجان كده بطريقة لا هي مسلوقة ولا هي محمرة، حاجة بين الاتنين يعني. ان شاء الله تعجبكم. هنجيب شوية بتنجان ايا كان بقى، يعني عايزة تخليلي كيلو مرة واحدة، نص كيلو، اي الكمية اللي انت عايزاها بتجيبيها. طبعا بنغسله غسله كويسه جدا، وبنقطع الجزء اللي هو اللي فوق ده. بعد كده بنحضر بقى الخلطه بتاعه البتنجان اللي هي عباره عن ايه. انا جايبه كام فلفلايه رومي، وفلفلتين صغيرين اللي هو الالوان، وطبعا الليمون ما بنستغناش عنه في الخلطه، وبرده كام قرن شطه هنستخدمهم، وشويه توم بقى مقشراهم، وطبعا كل ده مغسول يعني. وجايبه هنا بقى طبعا التوابل عباره عن ملح وفلفل وكزبره ناشفه والخل اكيد لازم نستخدمه في الخلطه، وشويه بقدونس، وانا هقول لكم هنعمل ايه. وهغسل كمان شويه طماطم، لو فضل خلطه هكمل بطماطم يعني، لو فضل خلطه. ان شاء الله بقى تعالوا معايا على البوتاجاز كده هنشوف هنعمل ازاي. دلوقتي يا حبايبي بقى انا حطيت معلقه زيت واحده، واخدين بالكم؟ فانا هشوحه الاول في شويه زيت، واديله تحميره كده في نقطتين الزيت دول. وبعدين هحط معاهم 3-4 قرون شطه يتشوحوا برضه، بحيث ان الشطه تديله كده يعني تديله طعم شويه، يعني طعم حراق شويه. فهنسيبه بقى لغايه ما يتحمر شويه كده ونرجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايبي بقى احنا بمعلقه الزيت اللي حطيناها مع البتنجان ادينا له تشويحه بقى. بصوا اللون بقى جميل ازاي. دلوقتي بقى انا مش هكمل، يعني هو استوى يعني ربع تسويه. هنكمل بقى بميه مغليه ونسلقه. يعني احنا ادينا له بقى تحميره في الاول، وكده هنكمل تسويته بقى بالميه المغليه. يبقى احنا ادينا له تحميره، وفي نفس الوقت سلقنا بقى، كملنا التسويه بتاعته بالسليق، ميه طبعا سخنه يعني. فدلوقتي هنسيبه يتسلق بقى. انا طبعا كان غرضي ان احنا بنحمره الاول بس بمعلقه زيت واحده، يعني بنديله تحميره بس مش التحمير، ما بنكملش بقى تسويته على النار بالتحمير، لان لو انا كملته يبقى انا لازم احط زيت اكتر من كده. لا، انا حمرته اديت له التحميره الاولانيه بمعلقه زيت واحده بس. غطي طبعا وانت بتحمريه، غطي لان هو بيطشطش جامد يعني. وبعد كده بقى بكمل تسويته بالسليق. فان شاء الله هنشوف هنعمل فيه ايه بعد كده. ده يا حبايبي بقى شكل البتنجان بعد ما خلص. شوفوا اتحمر وبقى جميل ازاي، ومنها اتحمر ومنها اتسلق. لما باجي بقى عملت الخلطه كمان اهي، شكلها جميل ازاي ولونها. دلوقتي لما باجي بقى اخلله، بقوم شايله القمع ده، لانه برضه بيبقى جامد شويه، فما بحبش انا بسلقه بيه علشان ما يدخلش ميه جوه وتسود البتنجانه. لكن لما باجي بقى احط له الخلطه، بقوم شايله القمع ده وافتحه كده واخليه. بصوا قلبه بقى ابيض وجميل ازاي. فدلوقتي بقى هنحط له خلطه. هنعمل البتنجان بقى كله كده بنفس الشكل، واحطه بقى في الطبق بتاعه، وهكذا. هنخلص بقى البتنجان ده وارجع اقول لكم هنعمل ايه في الطماطم. ده البتنجان بقى يا حبايبي بعد ما خلص. طبعا شكله رائع وطعمه جميل جدا. وهنبدأ بقى في الطماطم. انا ممكن بقى الطماطم يعني كنا بنعملها كده ساعات زي البتنجان، بنفتحها كده ونحط لها خلطة من هنا ومن هنا. بس انا جربتها مرة بالطريقة دي زي ما هقول لكم بقى كده. انا بجيب شوية خلطة كده، وانا غاسله بقدونس مقطعاه، فبقلبه على الخلطه دي. احط شويه خلطه كمان. يعني زودي الخلطه حسب الطماطم اللي قدامك.
وبقوم بقى ايه حاطه الطماطم كلها كده في قلب الخلطه دي. بصراحه بتبقى ريحتها جميله وشكلها رائع، والخلطه بقى بتبقى متوزعه عليها كلها كده، والبقدونس بيدي شكل جمالي كمان غير طعمه وفايدته. وايه هنخلصها ونحطها بقى ايه على البتنجان، نرصها على البتنجان كده من فوق. ده شكل البتنجان بقى يا حبايبي بعد ما خللناه خلاص. ودي شكل الطماطم، طبعا شكلها جميل وريحتها خطيرة هي والبتنجان. ان شاء الله جربوه بقى هيعجبكم، وقولوا رأيكم في الكومنتات. وما تنسونيش بقى يا حبايبي بلايك وشير واشتراك في القناة، ونتقابل على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.